جواد حكون، العامل بولاية أمن أكادير شرطي، وحاليا في هذه المرحلة التخييمية كإطار إداري داخل مخيم الأمن الوطني بأكادير. بالنسبة للمرحلة فعلا كانت المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، هذا هو اللي كيشمل المخيم ديال الأمن الوطني في أكادير. بالنسبة للمراحل كانوا مراحل يعني مروا احنا المهم هو انه السلامه ديال الطفل هو الاساس عندنا في داخل المخيم. يعني السلامه ديال الطفل انه يجي من دارهم سليم وتيرجع سليم. الحمد لله يعني دازوا المراحل بخير. دازت المرحله الاولى مزيانه، وكذلك المرحله الثانيه ها هو اليوم ديال الصلاه الختاميه والتتويج لهذه الليله هذه. كنتمناو من الله انهم يوصلوا هاد الاطفال بخير عند والديهم كما جاونا بخير. بالنسبه عموما جميع الانشطه اللي كانت مدوله داخل هذه المراحل استفدوا. حاولنا ان نديروا برنامج اللي هو شامل يستفدوا منه الاطفال من الخرجات، الانشطه، السهرات، الورشات، وكذلك ان الطفل يستفد ما امكن من هذه الانشطه اللي كانت عندنا في داخل المخيم هنا باكادير. بالنسبه للانشطه عموما يعني كانت يعني في المستوى، حيث قمنا بمهرجان اللي كان مع مخيمات اخرى، يعني انه تيبان المستوى ديال المخيم ديالنا مقارنه مع المخيمات الاخرى. اما بالنسبه ما هو المخيم، يعني كما قلت المخيم في البدايه انه حاولنا انه من خلال التزيين ديالو، من خلال المرافق، كل شيء هذا الشيء دائما كان انه من اجل الطفل اولا واخيرا، من اجل الطفل.